السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته، لان طبعا ما نزلتش بقالي حوالي شهرين او اكتر. طبعا كلكم عارفين فترة الولادة بتبقى فترة كده كلها تعب وارهاق ومجهود بقى، وبيبي ما بينامش. ربنا يا رب يهديه ويحفظه هو واخوه ويجعلهم ذرية صالحة، اللهم امين. فانا الحمد لله والده بقالي 40 يوم، قلت بقى ايه اقوم اصور معاكم فيديو جميل كده. بصراحه الفتره اللي فاتت ديت كنت مكسله عن الفيديوهات بقى ومش متشجعه وكده. لقيت نفسي كده فجاه مره واحده قمت ايه، فتحت الكاميرا كده وفتحت الاستند وقلت لا انا هصور روتين النهارده، لانه كان روتين كده متعب. كنت قلبة الشقة بقى كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ما عادش الا 15 يوم كده عن شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد علينا رمضان أعوامة عديدة وأزمنة مديدة، اللهم امين يا رب العالمين. يجعله كده شهر كله خير وبركة وفرج من عنده، اللهم امين. ويرفع عنا الغلاء، اللهم امين يا رب العالمين. دخلت اوضه النوم كده زي ما انتوا شايفين، شلت بقى السجاد بتاعها كده، وكمان شلت الفرش بتاع السرير وخرجت اللحاف كده يتهوى بره كده. اليوم ده كان شمس كده وكان الجو جميل. قلت كده كمان اخرج الفرشه تتهوى. وطبعا ما رضيتش افرش الملايه كده، لان ايه، كنت مستنيه زوجي الله يكرمه كان جاي معايا نجيب الحفاظات بتاعه المراتب، لان طبعا المراتب اتبهدلت خالص. بدأ يبقى فيها بقع كده، ان شاء الله هنجيب بقى ستروس كده ونمسكها وننضفها ونغسلها ان شاء الله. بس مش النهارده يعني، لان طبعا النهارده كان يوم متعب جدا ونضفت الشقه كلها، فما كانش هينفع ان انا اغسل كمان المراتب. هروح بقى اجيب لهم الحفاظات بتاعتهم، عشان بصراحة أنا حابة كده إن أنا أحافظ عليهم، وعشان كمان الملايات بتتزحلق بطريقة صعبة. يعني أنا عندي السراير مش مفيش فيها جنوب كده ولا فيها حرف، لأ هي المرتبة كده بتلاقيها بتجري كده من على السرير. فحبيت ان انا اجيب الحفاظات دي، بصراحة هي عند اختي واختي شكرت لي فيها، قالت لي بتحافظ على الملايات وبتخليها كده ما تجريش من على السرير. وطبعا بعد تجربة جميلة بصراحة، ممتازة جدا جدا. بس طبعا هي غالية شوية، رحت اجيبهم التلاتة لقيتهم ب700 جنيه، بصراحة حاجة صدمة. ونزلت كمان من الراجل 50 جنيه، يعني كانوا ب750 جنيه. بصراحة انا كان نفسي اجيبهم من زمان. فايه لمينا بقى النقود بتاع الولادة وكده، وقلت بقى ايه اجيبهم من الفلوس بتاعة الولادة، لان طبعا ايه لازم اما يجي معانا فلوس زي كده لازم نستغلها صح، وما نضيعهاش في الفاضي، نستغلها في حاجات مفيدة للبيت. يعني مثلا حاجة بايظة عندك، حاجة ضرورية عايزة تيجي زي الحفاظات دي، ما هي برضه هتجيلك تحافظ على المراتب، لان هتفيه طفل تاني وكده، فطبعا الهلك هيكون اكتر. فاما نجيب حاجه زي كده ونحافظ على المراتب بتاعتنا طبعا هتكون احسن. لان طبعا انا لما روحت هناك ولقيت الحفاظات بقول له الحفاظات غلت كده ليه، قام بيقول لي المراتب دلوقتي النضيفه ب 12,000 جنيه. فطبعا حاجه زي كده اما نحافظ على المراتب بتاعتنا هيكون احسن، بدل ما بعد كده المراتب تتهلك وتعوزي ان انت تجيبي مراتب تانية. زي ما انتوا شايفين كده، جبت بولة فيها مية وحطيت فيها شوية ديتول، وحطيت فيها فوطة كده، وبدأت ان انا ايه امسح الأوضة كده واخلي الريحة فيها حلوة كده وجميلة. انا بصراحة بحب اعمل الحركة دي كل فترة، ما بعملهاش على طول طبعا عشان الخشب ما يبصش. انا بعملها كل فترة كده لما بحس ان الخشب مجير او في تجييرة كده ما بتروحش، حتى لو حطيت عليه الملمع بتاع الخشب بحب اعملها كل فترة كده. وامسك الرخام امسحه كويس زي ما انتوا شايفين. لكن طبعا الازاز ما بمسحوش بمية عشان بيجير، انا بمسحه بفوطه لوحده كده وبالملمع بتاع الازاز. انا من الناس اللي ما بحبش الملايه مجيره ابدا، بتضايق كده وبحس ان انا مرتاحه كده. بحب المرايه على طول تكون بتلمع كده ونضيفه. طبعا لمعت الكوميدينات كلها ولمعت التسريحه والعسكري ونفضت كده الاوضه زي ما انتوا شايفين. كان في اكياس كده على التسريحه فيها علاجات، الخلصان منه بقى رميته، وروشتات والحاجات اللي ما كانش لها لازمه برضو شلتها. وفرشت بقى كده طقم بفرش نضيف وشلت التاني. هنرجع بقى كل حاجة على التسريحة. انا طبعا مش حاطه كراكيب كتير على التسريحه، انا حاطه كل حاجه في الادراج، لان طبعا التسريحه ليها ادراج كتير، فلما كل حاجه في الادراج. وكمان حاطه بقى المكياجات والاكسسوارات في الادراج اللي هي الصغيره اللي انا حطاها على التسريحه ديت. انا ما بحبش التسريحه عليها حاجات كتير بصراحه، بحسها مقفوره كده، لكن كده بيبقى شكلها هادي ومريحه للعين كده. اهم حاجه وانت بتتفرجي على الفيديو كده ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها. وتعملي شير لاصحابك وحبايبك لو الفيديو عجبك، تشجعوني كده باللايكات الجميلة بتاعتكم عشان ان شاء الله ننزل فيديوهات كتير، عشان نعوض الايام اللي فاتت.
زي ما انتوا شايفين كده بقى خلصت خلاص تلميع الاوضه. هكنس بقى الاوضه زي ما انتوا شايفين وامسحها، لان طبعا انا كنت عامله الاوضه والصاله بره. ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو، لان طبعا الشقه كانت مبهدله وكان فيها حاجات كتير، فلو كنت عملت الشقه كلها قدام الكاميرا طبعا كان هياخد وقت طويل جدا وكنت هتملوا مني. فعلى قد ما اقدر كده حاولت ان انا اخف الفيديو. هنا زي ما انتم شايفين الإزالات بتاعة الصلاة كانت واقعة على الأرض، شلتها كده وعلقتها على الشماعة. والسجادة طبعا الكبيرة بتاعة الصلاة، السجاجيد يعني متوسخة بطريقة فظيعة، بس طبعا مستنية ايه 15 20 يوم كده ونمسكها نغسلها ونعينها بقى علشان العيد ان شاء الله. بس طبعا مش هقدر اشيلها دلوقتي سلع، لانها طبعا هتتوسخ على العيد، ولا هقدر اشيلها خالص لان زوجي ما بيحبش يمشي على البلاط نهائي، بيحب الشقه كده مفروشه شتا وصيف. من الناس اللي بتحب كده الشقه مفروشه على طول، وانا بصراحه بحب كده. بحس ان الشقه لما بيشال منها السجاجيد والستاير والحاجات ديت ما بيبقاش ليها معنى خالص. وطبعا احنا مش جايبين الستاير والسجاد والحاجات دي عشان نشيلها ونعينها، لا احنا جايبينها عشان نتنزه بيها ونفرشها في شقتنا طبعا. وكمان عشان خاطر ايه الاولاد كده اما بتمشي على البلاط اقل نقطة مية عمر بقى ابني بيقوم متزحلق، فطبعا هيتعور في ليه يعني ملهاش لازمة. يعني انا اعرف ناس اول ما الصيف بيجي كده بتروح شايله الستاير وشايله السجاجيد وشايله المفارش كلها والفرش كله وسايبه الشقه كده ايه ملهاش اي معنى خالص. فانا من الناس بصراحه اللي بحب شقتي مفروشه على طول. نبطل لك بقى ونشوف بنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين جبت كده الجردل بالشرشوبه ومسحت بقى كده وحطيت فيه شويه من الديتول عشان الشقه كده يبقى ريحتها حلوه، كمان تعقيم للارض كده. ومسحت الاوضه كده كويس زي ما انتم شايفين. بصراحه الشرشوبه دي حلوه قوي، مش بتخلي اي وبره في الارض خالص. وبعد ما بخلص بقى بقوم جايبه كده فوطه ناشفه وبقوم مسحه الارض كلها كده، عشان انا ما بحبش الارض تبقى مبصمه ولا مجيره كده، ديت حاجه كده بتضايقني. بحب الارض كده على طول بتلمع. انا لما بجيب فوطه وانشفها متبقاش مجيرة، لان طبعا الوقت الجو فيه رطوبة شوية فالبلاط بيفضل فترة طويلة على ما ينشف. فعلى ما بينشف بقى بيكون ده مشى شوية والرجل دي بصمت وانا بتضايق من كده. فعلى طول بجيب الفوطة انشفها عشان خاطر البلاط ما يبصمش من رجلينا وكده. خلصت بقى اوضه النوم، خرجت كده بقى على الصالة، زقيت بقى الكنب برضو مسحت تحته كده والكراسي. وبرضو دخلت اوضه الاطفال كده بقى، كنت برضو مخلصاها ملمعه كل العفش بتاعها والخشب بتاعها. شلت برضو الملايات والدفايات كده كلها غسلتها. بصراحة الغسالة بتشتكي مننا اليومين دول، انا بشيل غسيل واحط غسيل. يعني انا شايلة غسيل وغسلت في اليوم ده وتاني يوم بشيل الغسيل كده واحط غيره، والمنشر ما شاء الله بيبقى مليان. ما تعرفيش الهدوم دي بتيجي منين اصلا، فجأة بتفضي السبت تاني يوم تلاقيه اتملى. الواحد ما بيلحقش يفرح ان سبت الغسيل فاضي ولا الحوض، يعني الحاجتين اللي ما بتلاقوهمش فاضيين ابدا، يا دوبك بيفضوا من هنا يتملوا على طول. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه ويجعله يا رب في ميزان حسناتنا اللهم امين. طبعا السله المتعلقه ديت هو عمر معلقها كده بيلعب فيها الكور. طبعا وما كانش معايا في الوقت ده ماما الله يبارك لها بتاخده مني كده طول النهار، لانه لو قعد معايا ما بعرفش اعمل حاجه خالص. عايز كل شويه كده يقعد يشيل في يونس ويحط فيه ويمسكه ويلعب معاه ويمسك ايده. بس طبعا ايه لسه مش مستوعب ان يونس لسه طفل صغير، ينفعش يتمسك جامد كده، ما ينفعش يشد جامد كده. هو مش عارف يتعامل معاه خالص. عايز حد كل شويه يقعد يقول له ما ينفعش تعمل فيه كده، ما ينفعش تشيله كده، ما ينفعش تمسكه جامد كده. انا بصراحه بخاف لا يعمل فيه حاجه، فبفضل قاعده كده طول ما هو موجود، لازم كده بفضل قاعده لهم الاتنين. فماما بتاخده كده طول النهار عما اخلص اللي ورايا كله وبتبقى تبعتهولي. زي ما انتم شايفين كده بقى جبت الحفاظات كده. بصراحه كنت مبسوطه بيهم قوي وان انا قدرت اجمع لهم كده فلوس واجيبهم. الكبيرة عندي 160 والصغيرة 120. جبتهم لون بيج كده زي ما انتم شايفين. طبعا كان فيه الالوان كلها، كان فيه بيتي وكان فيه بامبا وكان فيه لبني، كان فيه جميع الالوان. بس انا اخترت كده البيج، قلت حاجة كده ايه تكون مش فاتحة قوي وكمان ما تغمقش الاوضة. طبعا اكيد انتوا شايفين البقعة اللي في السرير، بس طبعا انا مش هعملها الوقت خالص مش فاضية. هصبر بقى شوية اجيب لهم ازازة ستروس كده ونمسكهم ننضفهم. بس انا حطيت كده عليهم الحفاظات مؤقتا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كده الحفاظات شكلها جميل على السرير، وفرشت كده دفايات فوقيها كده وفرشت السجاد. شايفين شكل بقى الاوضه كده بعد ما اتفرشت حاجه كده راحه نفسيه. وطبعا حبيبه الجماهير لولو، لولو دي بقى شغاله عندنا كده على الشاشه ليل ونهار. وفرشت بقى بتاعه اوضه النوم زي ما انتوا شايفين كده برضو انا جايباهم نفس اللون. ما شاء الله برضو شكلها جميل، قطيفه كده من فوق وتحتها مشمع، والجنوب بتاعتها
بيضة كده زي ما انتوا شايفين، والقماشة بتاعتها تحسيها قلبة للستان كده، يعني ناعمة شوية. بصراحة معرفش اسم القماشة دي ايه، بس هي خفيفة كده خالص. فرشتها بقى وفرشت فوقها الملاية. نفرش بقى السجاجيد كده في الصالة وفي اوضة النوم، عشان كده بقى نبقى خلصنا خالص. طبعا في اليوم ده كنت صايمة، كنا صايمين بقى النص بتاع شعبان انا وابو عمر. ربنا يتقبل منا يا رب، انا وانتم اللهم امين. فكان معايا بقى وقت طول النهار لو وقت الشقة كده، وكان عندي اكل بايت سخنته وفطرنا بيه. بصراحة بعد ما فرشت السجادة ديت قلت لا هشيلها كده ادخلها اوضة الاطفال، وهجيب اللي في اوضة الاطفال احطها هنا. حسيتها كده مغمقة الصالة فشلتها وحطيت الفتحة مكانها. احنا اساسا معظم قعدتنا في اوضه الاطفال، ما عدناش بنقعد في الصاله خالص ولا في اوضه النوم. ضامين السراير كده زي ما انتوا شايفين وقاعدين في اوضه الاطفال. حطيت بقى السجاده دي هنا كده في الصاله، لان هي اساسا بتاعه الصاله. انا كنت شارياها كده للصاله في العيد، فكنت حاطه الكبيره التانية هنا، بس طبعا انا شلتها لانها متوسخه خالص، شلتها علشان ابقى اغسلها ان شاء الله للعيد بقى. ففرشت دي كده في الصاله. شايفين لما حطيت السجاده الفاتحه ديت حسيت ان الصاله نورت كده. السجادة التانية كانت مغمقة الصالة. طبعا انا كنت حاطة السجاجيد على الكنب كده علشان خاطر ايه، كنت بمسح بقى الارض، كنتش حباهم يتبلوا، فحطيت كده فرشة تحتهم علشان الكنبة ما تتطربش. وكده خلاص الحمد لله بقى كنا خلصنا خلاص الشقة بره، وفرشت اوضة النوم والصالة كده زي ما انتوا شايفين. وهنا الكابتن عمر كان قاعد يلعب على الارض، الشنط بتاعته كده والدباديب وقاعد يلعب، ربنا يهديه يا رب. ابوه كان موصله على فانوس، ورحنا بقى عشان نجيبه، لقى بكار ده متعلق كده في المحل، قالك لا انا عايز ايه، عايز بكار مش عايز فانوس. قلنا له خلاص تعالى هات بكار انت حر. وفرت في الفانوس اللي عايز كل يومين حجارة، فجاب كده بكار وشايله رايح جاي زي ما انتوا شايفين، صوت بيه. ربنا يبارك فيه يا رب وفي اولادكم اللهم امين. دخلنا بقى عشان نجهز الفطار. غسلت كده الجرجير وطلعت المخلل كده زي ما انتوا شايفين، وقلت بقى اعمل شوية سلطة، طماطم كده وفلفلاية وخيارة وبرضه قطعت عليها شوية جرجير كده. احنا بنحب الجرجير بصراحة، بحب اكله مع الاكل كده بيبقى طعمه حلو. طبعا بمناسبة الاكل، طبعا اليومين دول الدنيا عادت غالية خالص، فمش شرط كل يوم لحمة، مش شرط فراخ وسمك وكلام من ده، خلينا كده في المتوسط. طبعا كلها نعم ربنا وبنحمد ربنا عليها. بصراحة انا شفت موقف على النت من فترة، الموقف ده زعلني قوي. شفت شاب في الثلاثينات كده طالع ورايح يقول انا النهاردة رايح اطلق. فانا استغربت ان هو طالع يقول كده يعني. فقام بقول انا رايح اطلق، ان هو بياخد راتبه في اليوم 150 جنيه، اليومية يعني شغال باليومية كده. بيدي لزوجته منهم 130 120 جنيه، وبيمشي بقى هو بال30 جنيه مواصلات وفطار وكده. طبعا اليومين دول الدنيا غلت والمعيشة عادت غالية قوي، ربنا يلطف بينا يا رب. فزوجته زعلانة يعني ان هي عادت بتاخد ال120 جنيه ومش مكفيينها. هي طلبت الطلاق منه وراحت عند اهلها. طبعا انا اتضايقت من الموقف ده، انا عارفة ان ال120 جنيه عادوا ممكن يكونوا قليلين في الزمن اللي احنا فيه ده، بس طبعا هو ملوش ذنب في الغلا اللي احنا فيه ده، هو كتر خيره شغال طول اليوم طالع عينيه علشان خاطر ال150 جنيه دول. فمش هتيجي انت بقى تكملي عليه وتتضايقي لان هو غصب عنه، هو الغلا ده غلا على الناس كلها. هو مثلا تزعلي لو هو قاعد في البيت وما بيشتغلش، في الحالة دي تقدري ان انت تطلبي الطلاق، لكن ما يبقاش شغال والغلا ده مش بايده وانت تطلبي كده. انت زي ما كنت معاه في الحلوة وال120 جنيه دول كان بدهم لك والدنيا رخيصة وبيكفوكي، برضو لازم تكوني معاه على المرة زي ما بيقولوا، يعني انت معاه في الحلو في الوحش تتخلى عنه، اكيد طبعا ده ما يرضيش ربنا ديننا ولا اسلامنا. قالوا لنا كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة الإسراء والمعراج، طبعا شاف أهل الجنة وشاف أهل النار، فلقى إن أهل النار أكترهم النساء، فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكم أكثر أهل النار. في حد سأله ليه، قاله لأنهم يكسرن اللعن ويكفرن العشير. يبقى جوزك كده كويس معاكي وفي صفات كتير حلوة، وأول ما يحصل أي حاجة قوليله والله ما رأيت منك خيرا قط. فطبعا نتقي ربنا شوية ونتقي الله في أزواجنا، لأنهم هم اليومين دول مضغوطين زيهم زينا بالظبط بسبب الغلاء الفاحش اللي احنا فيه. فربنا يرخي قوت المسلمين اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده عملت صينيه اكل كده محترمه، اكلنا وشبعنا وكانت زي الفل، احسن من اللحمه والفراخ واحسن من اي حاجه. شويه باميه كده انتوا شايفين كانوا بايتين، عملت جنبهم شويه رز وشويه سلطه بطاطس محمره كده، واكلنا والحمد لله وفطرنا ونحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، غيرنا مش لاقيها اصلا.
فاللهم ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، استنوني في فيديوهات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.